السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. في الجزء ده هنتكلم على المحتوى التدريبي اللي إن شاء الله هندرسه من خلال الكورس. أول حاجة، ما هو المحتوى التسويقي؟ للأسف في بعض الناس ما بتعرفش تفرق ما بين التكست العادي وما بين المحتوى التسويقي، فهنتكلم على المحتوى التسويقي إيه هو، وهنتكلم كمان على يمكن أنواع المحتوى التسويقي، هنتكلم برضه عليه بالتدريج، وهنتكلم على أشكال المحتوى بشكل كامل. هنتكلم على اشكال المحتوى بشكل كامل، وده مهم جدا لان في بعض اشكال المحتوى بنقدر ان احنا ندمجها معانا في المحتوى التسويقي، وهندي ده بامثله او بنماذج ان شاء الله خلال الدوره. بعد كده هنتكلم على اول نموذج معانا، طبعا ان احنا معانا نماذج في كتابه المحتوى، فهنتكلم على اول نموذج وهنطلب من الناس ان هي تعمل التاسك ده، وهندي كمان يمكن بعض الاشكال او بعض النماذج لبعض المتدربين معايا في كتابة المحتوى، وهندي كمان هنجيب بعض النماذج في كتابة المحتوى في بعض يمكن الصفحات عشان نقدر نشوف او نقيم المحتوى ده بنفس اللي احنا يعني شرحناه او اللي احنا اتكلمنا عليه. وهنا برضه بيبقى في جزء يعني بيبقى فكرة ان انت تعرف تقيم، لان انا يهمني جدا انك انت تبقى وانت بتكتب محتوى تعرف كمان تقيم محتوى المنافسين بتاعك. فبالتالي دي ان شاء الله من خلال الجزء ده هنتعلم ده ان شاء الله مع بعض. بعد كده هنتكلم على اهم 5 صفات يعني في تدريبك على المحتوى، وال5 صفات دولت مهمين اكتسابهم، يعني حتى لو فيهم بعض الصفات انت ما تعلمش عنها حاجة، فانا هعلمك ان شاء الله الصفات الاساسية في التدريب للمحتوى. والمحتوى هنا سواء حضرتك محتوى مكتوب او محتوى حضرتك انت هتعرضه على الناس او هتعمل بيها برزنتيشن، لان حتى الشخص اللي بيعمل برزنتيشن ده بيقدم محتوى او بيعرض محتوى. وهنتكلم طبعا على بعض المصطلحات الهامة عشان تبقى عارف يعني الدور بتاع كل شخص شغال في مجال الماركتينج، ايه هو الفرق ما بين الكونتنت والكوبي رايتنج، وما بين الكونتنت ادز، ما بين الكونتنت الاس اي او. انت حابب تعرف كل دوت وكل دور بيعمل ايه، عشان ما تبقاش يعني مشتت او مخبط لما تسمع عن جوب ديسكريبشن معين او عن جوب معين في بعض الجوب تايتل بيطلبوا بعض الوظائف، فما تجيش تبقى انت مشتت عارف انت ايه المهام اللي انت بتعرف تعملها تحديدا في كل جوب ديسكريبشن انت بتعدي بيه. يعني تطلع الجوب ديسكريبشن بتاعت كل جوب تايتل انت بتشوفها قدام عينك. فدي تهمني جدا جدا طبعا في الجزء ده، عشان في مصطلحات في ناس او بعض الناس بتتوه منها. بعد كده هنتعرف مع بعض بقى على العميل بتاعي ورحلة العميل بتاعي، وطبعا هنا هيكون برضو فيه اللي هي شخصية العميل، ازاي بقدر اطلع الباير بيرسونا بتاعتي، ازاي بقدر اطلعها. دي الموضوع شوية برضو معانا يبقى للنماذج وبشكل عملي، وهنشوف الكلام ده مع بعض بإذن الله. بعد كده هيبقى معانا بقى ان ازاي ان احنا بنربط الكونتنت بتاعنا بالنموذج اللي هو بيبقى القمع التسويقي او اللي هو الماركتنج فانلز. ازاي بقدر ان انا اربط المحتوى التسويقي بكل جزئية في الفانلز بتاعتي او اللي هو القمع التسويقي. ودي طبعا حاجة مهمة جدا جدا وانت بتعمل الكونتنت استراتيجي. يعني وانا بعمل الكونتنت استراتيجي دايما لاي براند او لاي يمكن برودكت معايا او سيرفيس، بيهمني جدا ان انا ابقى فاهم فكره القمع التسويقي او الماركتنج فانلز، عشان اقدر ان انا اعمل الكونتنت استراتيجي بتاعتي بشكل كويس وبشكل مميز. بعد كده هنتكلم على 3 افكار او يمكن 3 حاجات اساسيه لكل كاتب محتوى هتفيدك جدا جدا في كتابتك للمحتوى. بعد كده هنتكلم مع بعض على انواع النماذج، واللي يمكن احنا اتكلمنا على نموذج واحد منهم في الجزء الاولاني فوق، لا احنا معانا يمكن حوالي 4 نماذج هنتكلم فيهم بشكل كويس وشكل كبير جدا. فكل نموذج هياخد طبعا وقته، وهياخد بعض المعلومات الهامة لكل نموذج منهم، عشان تقدر تبقى فاهم تشتغل على كل نموذج ده بأنهي طريقة وبأنهي شكل. وبعد كده ازاي ان انا اعمل خطة للمحتوى او الكونتنت بلان، ازاي اقدر ان انا اعمل كونتنت بلان بشكل كويس بشكل مميز. هي الافضل الانواع البلان اللي بنشتغل عليها في الكونتنت والكونتنت استراتيجي. طبعا احنا كنا اتكلمنا عليها في الجزء الخاص بالقمع التسويقي او الماركتنج فانلز، فاحنا هنا بنتكلم في البلاننج الخاصة
كتابة المحتوى هيبقى في بعض النماذج اللي احنا هنعرضها عليكم، ان انت تقدر تشتغل تختار نموذج من النماذج اللي موجودة وتقدر ان انت تشتغل عليه. والحاجة الاخيرة معانا وهي ايه اهم الادوات اللي انا بقدر استخدمها في كتابة المحتوى. هنتكلم على ادوات وتولز مهمة جدا تفيدك في كتابتك للمحتوى. يلا بينا مع بعض مع اول سيشن، ايه هو المحتوى التسويقي وانواع المحتوى التسويقي. يلا بينا مع بعض مع اول محاضرة من محاضرات الكورس.